هي الرجالة عايزة إيه؟ بعد جوازة دامت 15 سنة بتكتشف الزوجة بعد وفاة زوجها إن هو على علاقة بواحدة تانية، وإن العلاقة دي موجودة من قبل الزوجة أصلًا ما تكون موجودة. وإن هي كانت علاقة حُب قوية جدًا، 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 لكن الراجل قرر فجأة احترامًا للعادات والتقاليد والوالد وكل الناس دي كلّها إن هو يكنسل الموضوع ويروح يتجوّز بنت عمه، لكن العشيقة دي فضلت متعلقة جدًا بالراجل ده، وبتلاحقه بقى بالجوابات وكده. دي كانت أحداث رواية آخر المحظيات لسعاد سليمان. رواية جميلة جدًا، وأنا مش عارفة الراجل يعني ليه عمل كده، يعني ما كان يتجوّز حبيبته ويوفّر المعاناة على 3 أشخاص، هو والحبيبة والزوجة، بس ليه يعني؟ طيب ولد وبنت في قرية وبيحبّوا بعض جدًا من وهُم صغيّرين وبيكبروا مع بعض، لكن الولد غني والبنت فقيرة، أبو الولد بيقرر إنه لأ، الجوازة دي مش لازم تتم، والابن بيسمع كلام أبوه جدًا، ويقول له: "خلاص يا بابا أنا هاسمع كلامك." ولكن بعد ما البنت بتتجوز، الندم بيبدأ يعني إيه، يعذّبه ويقعد يشرب، 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 يشرب. دي كانت أحداث رواية ديفداس لسارah تشان. نيجي على القصة الأخيرة، وهي عن راجل بيحب مرات المدير بتاعه، والعلاقة دي ما بتكملش وبيفضل مُعذّب جدًا، جدًا، جدًا بحُب الست دي ومش شايف غيرها، وبيضطر إن هو يبعد لأسباب قاهرة، ولمّا بيرجعوا يتقابلوا بتحصل المفاجأة، لكن المفاجأة تخلّينا نقول إيه يا راجل ده، طَب أنت ليه مصدّعنا من بداية الرواية، ليه كده؟ المهم الفيديو بدأ وخلص وإحنا لسه مش عارفين الرجالة عايزين إيه، ولا هنعرف.